انت عايزنا اتجوز كارما يا بابا؟ كارما؟ ايوه. مالها كارما؟ ادب واخلاق وجمال. دي هبلة يا بابا، هبلة. ولد، عيب ما تتكلمش على بنت عمك كده. دي كارما يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ دي سوابق. اخر كلام. كاتب الكتاب يوم الخميس اللي جاي، خلصنا. انا طالع يا بابا. ماشي يا كارما. ده انت هتشوفي ايام زي وشك. نعم. مين دي اللي تتجوز؟ وكمان يوم ما افكر اتجوز سامر، اصوم وافطر على الواد سامر الملزق ده. بس يا بت، ايه اللي بتقولي ده؟ الصراحة بقى يا ماما، انت بتقولي كلام ما يتعقلش. يا بنتي بس ماله سامر؟ شباب وحلاوة ورجولة وبيحبك. نعم بيحبني. ده انا اخر مرة شفته فيها فرجت عليه الشارع وقلت ان هو متحرش وقعدت اصوت. انت اتجننتي يا بت. ما هو اللي مستفز، اعمل له ايه؟ وبيسلم عليا في الشارع قمت فضحته. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. انا مش موافق. يا سلام. على اساس يعني انا اللي واقعه فيك؟ ايه فاكر نفسك توم كروز ولا ايه؟ بقى دي تبقى مراتي؟ مش هتجوز. وانا كمان الجوازه دي مش هتتم الا على جثتي. بارك الله لكما وبارك عليكما. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا حبيبة قلب ماما. مبروك يا عروسة الندامة. الله يبارك فيك يا عريس الغم. هتندمي على أيامك كلها إن شاء الله. هنشوف مين اللي هيندم يا كتكوت. وفجأة سامر هيرد عليها، لا مين بقى؟ سامر حبيبي، كده برضو تتجوز من ورايا؟ أنا زعلانة منك. هي مين دي ولا مؤاخذة؟ أنا خطيبته. نعم يا عينيا، خطيبته. رنا، ايه اللي جابك دلوقتي؟ كده برضو يا سامر؟ هونت عليك. ما تبطلي سهوكة يا بت انتي، وابعدي عن جوزي يلا. ده انتي بيئة قوي. مين دي يا بت اللي بيئة؟ طب ماشي انا هوريكي بقى. ونزلت فيها ضرب. الحقني يا سامر، الحقني. ما تتهدي بقى يا شيخة. سيبنا عليها خطافة الرجالة دي. رنا امشي يا رنا دلوقتي وانا هكلمك. ورنا قامت وجريت. روح يلا كلمها وصالحها يا حبيبي. سابتهم ودخلت اوضتها. كويس اللي حصل ده، انت انسان مستهتر. وبابا سابله البيت ومشي. ادخل راضيها يا ابني. كارما طيبة والله وقلبها ابيض. تمام يا مرات عمي. خبط ودخل عندها وهي كانت قاعدة قدام المراية وسرحانة. آسف. كارما بصت له بقرف وما ردتش عليه. بتبصيلي كده ليه؟ انا متفقة معاك تماما ان انت مجبور على الجوازة دي، زيك بالظبط، بس مش لدرجة انك تحرق دم في يوم زي ده وتجيب خطيبتك هنا. والله ما كنت اعرف ان هي جاية. انا والله خلاص، يعني اللي حصل حصل. مش محتاجة مبررات، اتفضل بقى مع السلامة عشان عايزة انام. انت مش واكل معاك ان النهاردة كانت بكتابنا والمفروض نخرج وكده ولا ايه؟ لأ، ما تسرحش بخيالك قوي كده. احنا عارفين اللي فيها من هنا ليوم الفرح، ما يبقاش بينا كلام لحد ما نتفق هنعمل ايه في الجوازة المنيلة ب100 نيلة دي. سامر بصلها بغيظ وغضب وسابها ومشي. ولسه يا بيبي. اه، دي متوحشة. انا مش متخيل ان بنت تعمل فيكي كده. دي مش بنت، دي واحدة رد سجون. يا دماغي. من كلامك عليها الصراحة عجبتني، ما تيجي نعمل ديل مع بعض. ايه هو؟ مش انت عايزة سمير؟
ايوه، وانا عايزه اعرف البنت دي كويس قوي، هي اسمها ايه؟ سمعتهم بيقولوا زفت كارما. حلوة قوي، حتى اسمها حلو زي شخصيتها. يا بنتي، هو انا هفضل اتحايل عليكي عشان تروحي مع سامر تجيبي الحاجة اللي ناقصاكي؟ طب ما يجيب هو يعني اتشل؟ يا بنتي عيب تقولي على جوزك كده. لا 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 يا طنط، عادي، دي بتعتبرني واحد من الشارع. ما تاخديش في بالك انتي. اهو بيجي على السيرة اهو. يا ريتك كنت جبت سيرة حاجة عدلة. بغض النظر عن لسانك اللي عايز قطعه، بس يلا عشان نخرج. استغفر الله العظيم يا رب. يعني هو لازم يعني؟ معلش يا ستي، تعالي على كرامتك شوية. ماشي يا اخويا. ما يلا يا اختي. طب خلاص اسكت يا عم الحاج. كانوا بيتمشوا هما مش طايقين بعض، وفجأة سمعوا صوت واحد من وراهم بينادي على كارما. أستاذ أحمد، خير في حاجة؟ كنت عايزة أقولك يعني خير يعني في ايه؟ كنت عايزة أتقدم لأنسة كارما، ده لو ما فيهاش مضايقة. تتقدم لمين؟ عايز تتجوز مراتي يا حيوان؟